الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم غير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم غير النجوم من حسن منظرها. اللي بدعتوا الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدعتوا الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميل وانتوا اسهرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميل وانتوا انوارها. يسعد مساكم يا أمارات، أخباركم إيه؟ يلا بينا مع بعض نعمل كيكة الشوفان مع بعض ويا رب تعجبكم. أول حاجة 3 بيضات، وهي كوباية من السكر أو كوباية وربع من السكر لو حباها حلوة زيادة. وهنزل بكيس فانيليا أو الفانيليا السايلة، بنزل ب3 نقط بس عشان ما تمررليش السوائل. هضرب بقى كويس قوي مع بعض البيض والسكر والفانيليا لحد ما البيض كده يفتحها قوي. بعد كده خلاص بقى اللون بتاعي يفتح، هبدأ انزل بنص او 3/4 كوباية من الزيت، بس زيت حلو مش زيت غامق، اهم حاجة يكون فاتح وما يكونش له اي ريحة. ومش هضرب كتير، 2 أو 3 بالكتير وبس. عندي بقى الخليط بتاعي اللي هو المواد الجافة، 2 كوباية من الشوفان وكوباية من الدقيق العادي. الشوفان بتاعي اللي انا بطحنه دايما في البيت، بجيبه حبة كاملة عادي وبطحنه، سهل قوي انك تجيبيه برضو من عند العطار. بتقولي له عايزة دقيق شوفان فبيديهولك مطحون جاهز. هنزل ببيكنج باودر او كيك شيف، باخد باكت كامل، ما باخدش نص او معلقتين، لا باخد باكت كامل لان الشوفان بيبقى تقيل فاحنا عايزينه يبقى هش. بنزل بيه كوباية من اللبن على الدقيق الشوفان والدقيق العادي، وبعد كده هنزل بيه السوائل اللي احنا ضربناها مع بعض، البيض والزيت وكمان السكر. هضرب كويس بقى المكونات دي من تحت لفوق. بنعمل حاجة اسمها فولدنج، اللي هي اهم حاجة ده ما هبطش الهواء اللي موجود من ضرب البيض، فباخد من تحت لفوق بس بتاخد معايا شوية وقت بسيط. وبعد كده عايزة اقول لكم هنا انا ضايفة 2 كوباية من الشوفان ونص كوباية من الدقيق العادي. لقيت المادة سايلة شوية او الكيك سايل شوية، هنزل بنص كوباية من الدقيق كمان. وفي نفس الوقت انا عايزه السمك بتاعها ما يكونش خفيف ولا تقيل، هوريكم دلوقتي السمك اللي انا محتاجاه او اللي انا عايزاه عشان الكيكه بتاعتي تطلع هشه ما تبقاش مكتومه. بصي يا ستي، ادي السمك اللي احنا عايزينه، تمام، لا تقيله ولا خفيفه، هو ده السمك اللي احنا محتاجينه علشان الكيكه تطلع حلوه قوي وكمان هشه. تمام كده. هجيب بقى اي قالب عندك من الكيك، سواء مستطيل سواء مربع سواء مدور، اللي موجود. انا كان عندي اللي هو اللي بحب اعملها يعني قطعة كده، وبنزل بيها طبعا في القالب بتاعي. وعشان بقى يعني اقول ان هي بقى كيكة شوفان بقى وتمام وزي الفل، يعني هجيب بقى شوفان صحيح وهنزل بيه كده فوق الوش، ازين بيه كده الشكل ده. عندك زبيب حطي، مفيش مشكلة برضو ينفع. طبعا بنسويها على نار متوسطة، بنعلي النار الأول، بنسخن الفرن كويس قوي ونعلي النار وندخلها لمدة 3 دقايق بالكتير أو 2.5 دقيقة كمان. وبعد كده أبدأ أهدي النار، وبعد كده بقى اتفرجي على جمال الكيكة، بجد حقيقي هتعجبك جدا إن شاء الله. واهم حاجة انها هشة وخفيفة، وكمان نقول نص صحية يعني.
وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.